السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أهلي الكرام. بداية خلونا نكسب الصلاة على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد فضلا وليس أمرا. لايك ومشاركة الفيديو على أوسع نطاق. طبعا الحدث اللي أثار الغضب بقلوب السوريين، وأيضا تقريبا الفيديو انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، والفيديو خارج من ولاية غازي عنتاب لمواطن سوري. طبعا مثل ما قلنا لكم بالبداية، يقيم في ولاية غازي عنتاب. قام بتعذيب طفلته حتى أصبحت حالتها حرجة، وهي الآن في المستشفى، وتم القبض على الجاني وحكم عليه بالسجن لمدة 25 عام. الله هو الأعلم. تمام إخواني الكرام، لأنه لسه حتى القضاة ما لحقوا يبتوا بأمره. أنا أعتقد مثل هيك حالة المفروض يتم البت بأمره إعدام، لأنه هي الشيء اللي صار غير إنساني وغير أخلاقي. طبعا إخواني الكرام، اللي تدخل بهي الموضوع في ولاية غازي عنتاب الوالي، وبنفس الوقت بدأت التحقيقات بشكل مكثف على هي الأمر. بصراحة أخواني الكرام، ومع الأسف الشديد في كثير من هي الحالات، مع الأسف إن كان الأم أو الأب أيضا عم يجرؤوا على أنه يقتلوا أبنائهم دون سن، مثلا السنة ونص أو سنة. اليوم هي طفل، بالنهاية هي الأطفال مثل ما بيقولوا إخواني الكرام لا إدراك، وما في عليهم حتى لو كان عمره 10 سنين ما في مخ وما في إدراك. لكان ما رب العالمين مثل ما بيقولوا اللهم صل على سيدنا محمد رفع عنه القلم. بالتالي هي الناس وحوش، ونفس الوقت الناس اللي عم تنتقد أيضا أهلهم واللي عم يصوروهم ضمن هي الفيديو، لأنه أعتقد والله هو الأعلم ما في غير هي الوسيلة ليتم نقل الخبر، ومشان يكون في ضجة إعلامية. تمام، لأنه اللي عم يعتدي على طفل بيعتدي أكيد على أم الطفل وأولاده إذا في عنده أولاد كبار. حسبي الله ونعم الوكيل. مع الأسف الشديد نحن لوين وصلنا آخر هذه الزمان. حسبي الله ونعم الوكيل. لأنه بصراحة الفيديو حتى اللي ما شاف الفيديو أنا راح أوضع لكم إياه بالتعليق الأول المثبت. مع الأسف شيء والله بيخليك إنك تنحرق من جوا. أيضا أصدقاء الكرام، خلونا ننتقل مع بعض إلى قانون جديد في تركيا. محكمة التمييز تصادق على معاقبة شخص أزعج غيره بكثرة الرسائل. اليوم أنت عم تبعت لشخص رسائل كتير، وأيضا هي الشخص ما عم يرد عليك، صار فيها محاكمة أيضا جنائية. صادقت محكمة التمييز على حكم بالإدانة صادر بحق متهم كان يرسل رسائل متكررة رغم عدم رغبة الطرف الآخر بالرد عليه. المحكمة اعتبرت أن هذا التصرف يشكل جريمة للإخلال بالهدوء وسكينة الشخص، وبحسب قرار المحكمة فإن إرسال رسائل متكررة ومزعجة رغم رفض الطرف الآخر يعد سلوك ينتهك الحقوق الشخصية ويزعج السلام النفسي، مما يبرر العقوبة الجنائية على الشخص نفسه. طبعا اخواني الكرام، هي قانون صادر حقيقي، وايضا الحكومة والعدل بتركيا صار يشكوا على هي الامر، مشان انتم ايضا تكونوا حذرين من هي الموضوع. لانه ايضا حكم على السيدة اللي ضربت ايضا حفيدة من قرابة اسبوع تقريبا، وايضا تصدر الفيديو وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا ايضا تحكمت بالسجن لمدة 4 سنوات وشهرين. حسبي الله ونعم الوكيل، والله يفرجها أحسن إشي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.